واش عرفتي علاش ما نجحتيش؟ واش عرفتي علاش ما جبتيش نقطة مزيانة؟ حيت في الوقت اللي الناس كيقراو انتي كنتي كتفرجي في المسلسلات الخاوية وكتشاطي في الفيسبوك، وانت كنتي ديما خارج مع صحابك كتقلبوا على اي وسيلة باش تضيعوا الوقت. والقرايه والمراجعه حتى من بعد، وعمر هاد من بعد ما كيجي. وملي كيقربوا الامتحانات كتبدا تبريباري النقله باش في الاخير يكتبوا لك ينتقل. الى اين ينتقل؟ حشومه وعيب وعار. امه اقرا لا تقرا لا تقرا. انتي عمرك شفتي شي وحده ندمانه طول حياتها على شي مسلسل ما شافتوش ولا شي بوست ما بارطاجاتوش؟ وانت عمرك شفتي شي واحد كيعيش ندمان على شي لعبه ما لعبهاش ولا على شي بساله ما دارهاش في صغرو؟ انا متاكد 100% باللي سبق ليك سمعتي شي واحد كيقول ندمت لي ما قريتش، ندمت لي ما كملتش قريتي. دابا اللي وقع واللي فات مات. هاد العباره اكررها باستمرار. لا تفكر فيما ضاع منك، قرر ماذا ستفعل بما تبقى منك. مازال ما فاتش الفوت، مازال عندك فرصه اخرى. هاد العام خاصك تشطب عقلك من الكسل والخمول. هاد العام خاصك تنظم وقتك وترتب حياتك. هاد العام خاصك تفكر بطريقه جديده باش تنجح. انت فيق بكري وخليهم هما ناعسين، انت تبع مع الاستاذ وخليهم هما ساهيين، انت راجع وبريباري مزيان وخليهم هما يعتمدوا على النقيل. مستحيل تفكر بحالك بحال الناس وتكون احسن منهم، وانت اكيد بغيتي تكون احسن منهم. يوفيق وشد معنا الطريق.